هذه الدبابة التي أسقطت دولة الكويت في ساعة واحدة فقط، والتي شاركت في معركة الخفجي في السعودية، عجزت الصواريخ المضادة للدروع من تحطيمها واختراق دروعها والتي صدمت الأمريكان. يجب أن أصنع دبابة لا مثيل لها، فأخبر جميع المهندسين بالحضور فورا لكي يصنعوا دبابة جديدة. ماذا فعلوا؟ قاموا بتطوير دبابة تي 55 وتجهيزها بكامل المعدات وتدريعها وتغليفها من جديد وتصنيع هيكل الدبابة بالكامل وتغيير حجمها لكي تكون الأول عالميا في ذلك الوقت. الذي أطلق على هذه الدبابة دبابة الفاو، والتي تحتوي على 4 أفراد: قائد الدبابة والرامي والسائق وملقم المدفع. تتسلح بما يقارب 50 قذيفة من عيار 100 ملم، هذا المدفع الرئيسي، وما يقارب 4000 طلقة للمدفع الرشاش و200 طلقة للرشاش الثقيل فوق برج الدبابة، والذي كان يميز الدبابة العراقية وهو الدرع المركب في أعلى الدبابة الذي كان يتكون سمكه 7 ملي من الفولاذ. بعد هذه الطبقة يوجد 6 طبقات أخرى، وكل طبقة من ال6 طبقات تتكون من طبقة من الفولاذ وطبقة من الألمنيوم وطبقة من المطاط، وأيضا كي لا ننسى بها ميزة إطفاء الحريق وبها ميزة الغوص في الماء. أما دبابة الفاو فيعادل محركها 600 حصان، وكما قلنا في دبابة أسد بابل كان محركها يعادل 800 حصان. هذه الدبابة التي أسقطت دولة الكويت في ساعة واحدة فقط، والتي شاركت في معركة الخفجي في السعودية، عجزت الصواريخ المضادة للدروع من تحطيمها واختراق دروعها والتي صدمت الأمريكان. خسر العراق 5 دبابات، وقامت أمريكا بقيادة نورمان شوراسكوف، وهذا الشخص كان قائدا للقوات التحالف الأمريكي الذي نقل الدبابات إلى أمريكا لكي يتمكن من تحليلها ودراسة دروعها. ما لا تعرفه عن دبابة الفاو وأسد بابل، الدبابات العراقية التي أرعبت أمريكا في حرب الكويت وأرعبت إيران في حرب القادسية، وأسقطت الكويت في ساعة. دبابة الفاو وأسد بابل